عليكم، مرحبا بكم. وصفه اليوم ان شاء الله رايحه تكون اون تارت. اختاريت لو تيم تاع طومي جيري. هذا هو. شوفوا انا الصراحه هذا ما نبغيش نخدم به، شغل يجيني غير كي الكاغط. ديجا استعملته مره وجاني شغل غير كي الكاغط، ما عجبنيش. هو يقول لك غوفريت، بصح انا الصراحه ما عجبنيش. بصح هذه النوعيه راها خرجت جديده، رايحه نستعملها معاكم لاول مره. ما نعرف الذوق نتاعها كيش رايح يكون. وهذه كما راكم تشوفوا جايه خفيفه بزاف. شوفوا النوعيه نتاعها ماشي كيما النوعيه الاولى جايك شغل كاغط. هذه راها تبان شغل غوفريت، وما نعرف، قلت لكم اول مره رايحه نجربها معاكم. هذا هو غير باش تعرفوا الشكل نتاعه كيفاش يجي. يعني فيه بزاف مكيات. انا ولدي اختار طومي جيري. هنا ديجا هاد لا جينواز، ولا كيما قلت لكم هي مجرد بسكوي برك جايه جونغ جينواز. راني ديجا استعملتها معاكم شحال من مره. هنا راني مستعمله 2 حبات بيض مع نص كاس سكر. طلعتهم مليح بالباتر كي ضاعف الحجم تاع الخليط وتقاد وبياض في نفس الوقت. زدت له نص كاس زيت مع التخلاط المستمر، نص كاس حليب وكاس فرينه مع 2 خميره الحلوى، وزدت لها ملعقه كبيره كاكاو. كيما شفتوا الوصفه مداري ندير كاس وربع فرينه. هذاك الربع عوضته بملعقه كبيره كاكاو. هذه هي اللي تحصلت عليها النتيجه. درك درت بلا دهنته بالزبده ورشيته بالفرينه، حطيت فيه هاد لاباغي نتاعي وطيبتها عادي في الفرن المده ما بين 10 حتى 15 دقيقه كل وحده وعلى حساب الفرن نتاعها. وزدت خدمت الطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه درت لها 2 حبات بيض مع نص كاس سكر، طلعتهم مليح بالباتور. زدت لهم نص كاس زيت، طلعتهم حتى هما مع التخلاط المستمر. زدت لهم نص كاس حليب، كاس وربع فرينه مع 2 خميره الحلوى وعطر الشوكولا. راح نستعمل 2 طبقات. هنايا ديجا كنت باغيه ندير غير طبقه واحده ونقسمها بين 2. ديجا راني موجده، بصح كي جيت نحط هذه كانت تبان لي صغيره في الاول. كي جيت نحطها كشغل هاد الطبقه ما تجينيش على حساب الورقه هذه. على بيها زدت خدمت واحده اخرى باش تجيني هكا في الوسط. باسكو قلت لكم راني في شحال ما استعملتش هذه النوعيه، وانا ميم اللي خدمتها خطره استعملتها كشغل جايه كاري ماشي كيما هكا مستطيل. كانت تبان لي صغيره، بصح كي خدمت هادو جاوني صغار ما جاتنيش على قدهم، وما بغيتش نمقصها ونضيع لها الشكل نتاعها. على هذه زدت طبقه واحده اخرى. حطيت هذيك لاباغي تاعي في صينيه، دهنتها بالزبده ورشيتها بالفرينه وطيبتها في الفرن عادي. ودائما نقول لكم الاخوات اللي تشكوا فيه يلصق استعملوا ورق الطهي لهذه باش ما يكون عندكم حتى اشكال. هنا بالنسبه لاكريم شونتيي، عندي كاس غبره الشونتيي مع كاس حليب بارد، طلعتهم مليح بالباتور وزدت لهم عطر الرافاييلو. ديجا راني استعملت معاكم الباونتي. هذا هو الباونتي. شوفوا اللون نتاعه كي يجي كحل، ميم الذوق يجي متبدل. يعني الذوق الباونتي والرافاييلو ماشي كيف. هذا الرافاييلو لقيته غير هاد الخطره ما كاش متوفر، لقيته هاد المره. وهذا هو عطر الباونتي. الا تعقلوا في لاطاخت نتاع الملعب تاع ملعب كره القدم استعملت هذا، يبقى محافظ. هو تشوفوه كيما هكا، يعني اللون تاعه يعني غامق، بصح كي تحطوه في لا شونتيي ولا يبقى محافظ على اللون الابيض. بصح هذا رافاييلو هذا يجي كيما هكا ابيض، شغل جاي كيما نقولوا كي الحليب اللون نتاعه يجي هكا ابيض، والذوق نتاعه يجي متغير. هنا تحسوا رواحكم راكم تاكلوا في الرافاييلو. يعني كيما تعرفوا الرافاييلو والباونتي يختلفوا في الذوق. كاين بزاف اللي كيحسبوا نوات كوكو تبان لهم بلي نفس الذوق، بصح لا، هو مغاير. بغيت نعطيكم هذه الفكره. درك عندي للسيرو. هنا بالنسبه للسيرو كيما تعرفوا النواد كوكو يتمشى بزاف مع الشوكولا. على هذه السيرو درت نص كاس سكر مع كاس ماء، حطيتهم فوق النار كي يغلى وداب لي هذاك السكر، نقصت له وخليته 5 دقائق وزدت له عطر الشوكولا. هذا هو. درك هذه عندي الطبقه الاولى اللي قلت لكم استعملتها بالكاكاو، رايحه نشربها بالسيرو. هنا بعد ما شربتها بالسيرو رايحه نوضع طبقه من الكريم شونتيي. هنا بعد ما وضعت طبقه الشونتيي رايحه نزين بالشوكولا تاع الطلي
نوضع غير هكا عشوائيا. بما انه من الفوق ما رايحاش ندير الشيكولا، على هذه اختاريت يعني نوضعها في الوسط. تحطوا غير هكا عشوائيا غير باش تمد لنا هذاك الذوق. هنا كما راكم تشوفوا زدت الطبقه الثانيه، رايحه نشربها بالسيرو. يعني راكم تعودتوا على الطريقه، برك للمشتركين ولا الاخوات يعني اللي راهم معانا جدد باش يستفادوا. هنا بعد ما شربتها مليح بالسيرو رايحه نغلفها بالكريمه. بعد ما غلفت لاطاغ نتاعنا درك رايحه نوضع هذا الرسمه في الوسط. وهنا الجناب رايحه نزينهم بسم الله. درك هنايا في الوسط رايحه نوضع الناباج. باش هاد الصوره تطرى. عندي هاد الحبيبات نتاع الحلوى باللون الازرق، رايحه نزين بهم هاد الشونتيي من الفوق. هذا هو الشكل النهائي نتاع لاطاغ نتاعنا. شوفوا كي جات ما شاء الله. وبالنسبه للناباج اللي ماشي متوفر عندها، استعملت نص كاس سكر مع كاس ماء مع نصف ملعقه كبيره نشا، ملعقه صغيره فانيلا، وحطيتها فوق النار مع التخلاط المستمر حتى تشوفوه باللي تقال لكم ويرجع لكم بهذا الشكل. شوفوا ها هو هذا. قادرين نزيدوا له الملون اصفر بذوق الليمون، يجيكم ديكور جيل نتاع الليمون، احمر بذوق الفراوله يجيكم ديكور جيل الفراوله، برتقالي بذوق البرتقال يجيكم بذوق البرتقال. هنا يبقى لكم الاختيار. ان شاء الله تعجبكم الوصفه نتاع نهار اليوم وتقدموها لوليداتكم وتفرحوهم. هنايا على حسب برك من نظره راها تبان لك هذا الكوفريت شغل راه داب ماشي كيما اللي خدمت به المره اللي فاتت، بقى لك شغل كاغط. بصح كيما راكم تشوفوا هذا ديجا كي حطيته فوق لا شونتيي كيما نقولك شغل تكرش، ماشي كيما الاخر، يعني فرق كبير بيناتهم. بالنسبه للثمن نتاعه 200 دينار يعني 20 ميل. ان شاء الله تجربوا الوصفه نتاع نهار اليوم لوليداتكم وتفرحوهم وتبارطاجوا الوصفه مع اهلكم وحبابكم. هذا مورسو ها هو من لاطاغ. بغيت برك نوريكم هذيك النوعيه نتاع الكوفريت باش قلت لكم انا كي شفتها بانت لي ماشي كيما اللي مداري نخدم بيها. شوف
كما راكم تشوفوا ها هو، يعني ماشي كاغط، هذاك الكوفريت تخلط مع هذيك لا جولي ولات لنا تحسبوا باللي هذاك الرسم حطيناه فوق لا جولي، ما تحسبوش كاع باللي راكم حاطين كوفريت من الفوق ولا ميم لو كان زعما هكا اللي ياكلوا ويشوفوا تحسبوك شغل راكم راسمين هذاك الديسان في هذيك لاطاغت. شوفوا ها شفتوا تخلط مع هذيك لا جولي، ما ولاش يعني ما بقاش كاغط يتنحى كيما هذاك الاول اللي كنا كي نخدموا لاطاغت، هذاك الكاغط ينقلع كيما الكاغط. ان شاء الله تكون وصلتكم الفكره، خاطش كاين بزاف اللي كيفي ما يبغوش هذاك البابي انزي على جال اللي كيما قلت لكم يبقى الكاغط هكاك. ان شاء الله تكون وصلتكم الفكره، تفتوا يعني معايا. مما انا قلت لكم اول مره جربت هذه النوعيه يعني، وصدقوني هايله بالبزاف. ان شاء الله تجربوها وتفرحوا بها وليداتكم. يعني ميم كي تاكلوا شغل تاكلوا كاطو عادي، ما تجينوش بهذاك الكاغط، خصوصا اللي ما يبغوش هذاك الذوق نتاع الكاغط. ان شاء الله تعجبكم الفكره نتاع نهار اليوم وتجربوها، والى الملتقى في وصفه اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.